السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا جايبه لكم النهارده بقى شنط صيني كده مستوردة، وشنط مصري تقفلها زي الصيني كأنها مستوردة من بره كاملة، حتى التصنيع كأنه من بره، مش هتحسوا بالفرق. الشنطة دي بقى ايه؟ ميد ان شاينا. الكواليتي بتاعتها تحفة. عايزة اقول لكم تحفة تحفة تحفة. وسعرها لا يتعدى 1000 جنيه. تمام. حلوة جدا جدا جدا. بص التفاصيل بتاعتها، هي اس ال وجميلة والواناتها حلوة قوي. جميلة جدا ومقاسها تحفة. بصوا حتى الأختام في كل حاجة كأنها انتوا عارفين البراند ده غالي جدا، بيعدي 2000. دي بقى لا تتعدى 1000 جنيه. وطبعا كل واحد دايما حسب ما بيجيبها. بجد حلوة قوي ومناسبة لكل الأوقات. بص بقى الشنطة دي مصري. تخيلوا بقى، بص التقفيل بقى بيعملوا لها بوكس دلوقتي. وال والداست باج بتاعتها، أو الكفر. وبص بقى التيكت والتقفيل، حاجة آخر شياكة. طبعا الموديل اللي هو الميني ده دلوقتي نازل ترند، كله بيجيب منه، نازل منها موديلات كتيرة جدا. بجد جميل جدا. طبعا مش مناسبة لينا يعني. تقريبا ده نفس الفيديو الأولاني تاني. ماشي نتفرجوا عليه بقى، خدتش بالي وانا بحطه. شوبينج باج وايه وحكاية، يعني حكاية. لا بقيت الصراحة الشغل دلوقتي بقى كويس جدا، والتصنيع في مصر بقى حلو قوي. عايزه اقول لكم في زي دي بالظبط، نفس الخامات كده ونفس كل ده مستورد، والتقفيل مصري زيه بالظبط. ولسه هوريكم موديلات تانية جميلة جدا ومقاسها حلو قوي. يعني دلوقتي الشنط بقت غالية جدا. لا بقى سعرها بقى تقريبا قرب المصري، يعني في شنط مصري دلوقتي بتتعدى 1000 وال1200 و1300. تحفة. بص برضو الشنطة الكوتش دي برضو مصري، خامات مستوردة تقفيل مصري. بصوا، بصوا كده، تحفة قوي. كل الحاجات دي متاحة، لو عايزين منها حاجة اطلبوها على طول. بس حتى الدراع بتاعها جميلة جدا، وألوانها كتير جدا الموديل ده. بصوا بقى البينك دي بقى كسرت الدنيا. بصوا الميني دي ميني بقى، يعني قد أصغر. عايزة أقول لكم لا تكفي موبايل ولا بتكفي أي حاجة. الشنط دي معمولة ميني للكارد هولدر، اللي هو الكراتة يعني. تمام. والموبايل بيحطه في جيبه. بس الشنطة ترند. دي برضو شنطة كوتش مصري. دي بقى الشنطة دي حكاية. والله تحفة تحفة آخر حاجة. بجد يعني جميلة جدا. حلوة جدا ومقاسها بصوا من قريب. شنط الكوتش بقت غالية جدا دلوقتي في المستورد، وهي دي خامات مستوردة تقفيل مصري ولا تفرقوا. يعني حتى لو هدية جميلة جدا بالبوكس بتاعها وحاجة آخر شيك. يمكن بس يعني ايه ان الكبسولات من بره مش مختومة، بس سوستة تمام يعني. جميل جدا. دي بقى شنطة ديور مصري برضه. والله دي تحفة جدا، مش قادرة اقول لكم سعرها بقى دي. بجد يعني سعرها تحفة. انا بفكر اجيب واحدة بس محتارة الصراحة. انا عايزة اجيب الاسود، بس في من لونين اسود، اللون ده اللي تحسوه كده بتنجاني يعني، مش اسود قوي، وفي الاسود بتاعها. والله حلوة قوي. لا تتعدى دي مثلا، مش هقدر اقول اسعار، يعني ايه 400 جنيه. الشنطة الديور اللي فاتت دي مستوردة برضو. تمام. انا ما شفتش في البراند ذات نفسه او في المستورد الشكل ده، فممكن يكون نزل يعني. لكن الشنطة دي ميد ان شاينا. الكواليتي بتاعتها تحفة جدا، سعرها برضو حلو قوي. بقى دلوقتي متاح تشتري مصري ومستورد بسعر حنين. يعني الشنطة البرادة دي مصري برضو. لا دي مستوردة. جميلة جدا 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 والوانها تحفة. لدرجة من كتر الحيرة مبقتش عارفة ده مصري ولا مستورد صراحة. ان في اماكن كاتبين عليها ميد ان شاينا، واماكن تانية مش كاتبين عليها ميد ان شاينا. فدايما ببقى متأكدة ان في بقى مصنع كده تحفة، احنا لسه معرفناهوش بس هنعرفه يعني نروح منا فين. دي برضو شنطة ديور. دي مستورد طالما معاها الورق ده والفاتورة. الفاتورة دي مستورد. الا برضو لو ضربناها في مصر يبقى ده هنا مش هنعرف الحقيقة فين.
شوبينج باج بقى. لا دي المستوردة. بصوا بقى دي شياكة بقى، دي ما شفناهاش كتير، لسه نازلة. بصوا الموديل ذات نفسه، بصوا من قريب، يا نهار ابيض. اللازار جميل جدا، اللازار حوالين الشنطة، فكرتها جديدة جدا. انا ما بحبش يا جماعة الدراع الرفيع. بصوا بقى الاكسسوارز بتاعتها، لو كان عامل دراع عريض كانت هيبقى احلى. بس جميلة الشنطة ما شاء الله، اللهم بارك. كل ده متاح. تمام. انتوا اكيد شفتوه اونلاين كتير، اديكوا برضو شفتوا ايه فيديو. لو عايزين تشتروا من اي مكان اونلاين برضو ايه، شفتوا الحاجة على عينكم. دي مصري كواليتي خطيرة. انا عندي منها في البيت دلوقتي، عندي منها لون الاسود، شيك قوي. فكرة ان هما ليه بقى الشنط بقت غالية شوية؟ لان البوكسات بقى، كل تكلفة في الشنطة دي احنا بنتحملها بقى. يعني الشنطة دي من غير البوكس مثلا نفترض هتبقى مثلا 350، عشان عملوها بالبوكس بقت ب500 كده يعني. بصوا بقى القمر، دي قمر بقى، بقت دي مختومة من جوه. ده انا شفت شنطة دلوقتي الكبيرة منها الجينز نازلة ترند، جميلة قوي 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 قوي. فكرة البوكس جميلة، بس طبعا طبعا احنا متعودين على الكبيرة. يعني بصي كأنك شنطتين في شنطة، حلوة قوي قوي قوي. والكواليتي بتاعتها خطيرة يا جماعة. الكواليتي دي ان شاء الله يعني، ان شاء الله على ضمانتي يعني، بإذن الله. بصي شنطة دبل فيس بقى، قلبناها لك بقى بقت شنطة تانية، بجد حلوة قوي ما شاء الله. فكر، بدأنا نفكر بجد في حاجات أفضل بكتير. يلا الشنطة الكوتشي دي بقى، يلا الجمال ده. بس أنا سايبها لكم، يعني أنا سايبها لكم. ولا البني بقى، يعني الفيديو هو مصور البيج، مش شفتوش انتوا البني؟ آخر جمال. يعني الكواليتي دي زي الميرور، زي المستوردة. يعني هي مستوردة، أنا قصدي إن هي، عارفين الميرور والأوريجينال واحنا بنشتريها، مش هنقول أوريجينال، عارفين الميرور بقى، هي نفس الكواليتي من بره. هي التصنيع والتقفيل مصري، وما شاء الله بقى في مصانع ايديها تسلم ايديها الصراحة زي الفل. دي مستوردة صيني برضو. سوري. بصوا كمان، دي الميرور بتاعتها من أول 1550 1650. جميلة، بس اللي في الميرور بطانة حمرا بس حلو، شغالة، مش هنقول لأ. يعني البطانة حمرا، البطانة بيضة مختومة عليها لوي فيتون. دي بقى كارثة كارثة كارثة، دي مصري. بصوا انتوا شايفين الكواليتي؟ شايفين؟ يعني انا عارفة ان والله مش ملموسة، بس برضو احنا ايه، لينا نظرة حلوة يعني. الواناتها تحفة، الاسود بتاعها اخر جمال ما شاء الله. الصراحة شنطة جميلة جدا، مختومة من كل حتة، وسعرها حلو قوي برضو. انا مصدقش سعرها، لا يتعدى، انا بحط لكم بالزيادة 600 جنيه مثلا. خطيرة جدا.